السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم احبابي، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. انا بقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات خالص على القناة. آه شوية وعكات صحية كده ليا ولزوجي ولبنتي. ربنا يتم شفانا على خير، ويا رب ما تشوفوش حاجة وحشة في حبايبكم ابدا، ويحفظنا كلنا. هو دور وداير في البلد، ربنا يسترها علينا كلنا يعني. فما كنتش عارفه اصور خالص انا كده، معذره يعني ان صوتي مش عادل قوي. ان انا كده كمان صوتي طلع عن الاول، ما كنتش عارفه اتكلم خالص. فالحمد لله يعني صوتي بدأ يطلع شويه. المهم بقى، لو انتي اول مره تشوفيني فضلا وليس امرا، انا ايمان ماهر. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن القناه بتاعتنا. القناه بتاعتنا فيها فيديوهات حلوه جدا. خدي لك لفه جوه القناه كده قبل ما تشتركوا، قبل ما تدوسي لايك يا ستي، اتفرجي على الفيديو دوت، هتاخدي منه طاقه وحماس حلو قوي قوي قوي. وكمان خشي خدي لك لفه في بقيه الفيديوهات اللي في القناه، وقولي لي رايك فيها ايه، واذكري الله في تعليق ليا حلو، وسيبي لي تعليق وبصمة ليكي حلوة ودعوة حلوة يا رب، وليكي المثل منها ان شاء الله. وشير كتير يا حبايبي، ولايكات كتير، انا بتعب قوي 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 في الفيديوهات دي. تمام. هقول لكم بقى النهارده هنعمل ايه، وبعد كده واحنا بنعمل حاجة نرغي بقى براحتنا. النهارده صحيت الصبح، عملت كوباية القهوة بتاعتي الطبيعية اللي لازم تتشرب، اللي انتوا تقريبا اللي شاف لي فيديوهات الفترة اللي فاتت عارف ان ايمان لازم تشرب قهوة اول ما بتصحى الصبح. تمام. فشربت قهوة أول ما صحيت، قهوة بلبن بتاعتي، وبعديها بشوية رحت داخلة بقى على المطبخ. كان عندي من حلاوة التفريزات يعني إن أنا بفرز على طول الورق عنب والحاجات دي. فقلت أطلع كيس ورق عنب ورحت حطاه في المية على طول وكل حاجة. وأنا كمان لما باجي أفرز صلصة بيبقى عندي بعمل كمية من الصلصة اللي أنا بفرزها، مش كلها بتبقى صلصة عادية خالص. يعني ممكن جزء منها مثلا أروح عاملاه، أجيب بصل وأقطعه في الكبة وأشوحه، وأحط عليه الطماطم والصلصة يعني بعد ما بعصرها، وأعمل خلطة محشي كاملة يعني بالخضرة بكل حاجة. وبعد ما تبرد خالص بحطهم في أكياس وأشيلهم في الفريزر، بحيث إن خلطة المحشي أي وقت أنا عايزة أعمل محشي عندي خلطة محشي متشالة في الفريزر جاهزة، وبتبقى حلوة جدا. بتتبليها، بتعمليها جاهزة خالص، بتكمليها، بتعملي خلطة المحشي كاملة كأنك هتعمليها دلوقتي. تعملي بدل ما هتعملي مثلا حبة بتوع دلوقتي، لا اعملي كمية، شيليها مرة واحدة. مثلا اعملوا 4 5 أكياس في الفريزر. أي وقت عايزة تطلعي تعملي محشي بتنجان بقى، كرومب، أيا كان الحاجة جاهزة عندك، تطلعي كيس خلطة، حطي فيه يعني على النار مع حبة صلصة، مع حبة زيت قصدي، يفكوا، وتروحي حاطة عليهم الرز، تقلبيهم كويس في بعض، وبعد كده تحشي اللي انت عايزاه. خلاص الموضوع سهل. المحشي لما بتعمليه كله في يوم واحد من اوله لاخره، من اول ما بتنزلي تجيبي الحاجه وترجعي، بتحسي ان هو كتير مع شغل البيت. اما لو انت مرحله عندك حاجات في البيت الموضوع بيبقى اسهل بكتير. بس فده من ضمن النصايح يعني اللي انا بقول لكم عليها، والناس للحبايب اللي لسه متجوزين زي حالاتي كده. الحاجات دي انا ما كنتش اعرفها ولا اعرف اعملها غير لما خدت خبرة من الناس اللي قبل مني والناس التانية اللي حوالين مني. عرفت بعد كده اللي انا اما ارحل عني المهمات اللي بعملها كل يوم، وبالذات بعد ما الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر خلفت وبقى عندي طفل. فالموضوع بقى فارق، ان لا لما بترحلي عندك الحاجة بتفرق لما تيجي تعمليها، عكس ما تعملي كله في يوم واحد ورا بعض. الموضوع بيبقى مرهق جدا. بس وادي بقى الورق عنب القمر بتاعنا بحبة فلفل، وطبعا مزازة الليمون. تحطي من تحت بقى ترنشات طماطم، ترنشات جزر، ترنشات بصل. الحاجات دي كلها بتدي طعم قمر. وبعد ما تخلصي اللفة بتاعت الحلة كلها الورق عنب، حطي ترنشات ليمون كده من فوق، واسقي الشوربة وطبلي بقى براحتك بعد كده. بصي، قمر 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 يا ناس، يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا حركاته يا تكته. حلوة جدا. والله العظيم جميل قوي وطعمه حلو قوي. والحاجة كمان لما تبقى عندك في البيت ما شاء الله يعني بتنجزك. والله العظيم ما فيش حاجة بتبقى صعبة على الست طول ما هي منظمة حالها. طول ما انت منظمة بيتك ومنظمة دنيتك، ما فيش حاجة ايا كانت ايه هي بتصعب عليكي خالص. اي ست بتقعد تمسك ورقة وقلم وترتب يومها اول ما بتصحى، يعني انا لما بصحى اشرب فنجان القهوة ده بقعد ارتب يومي وانا ماسكة ورقة وقلم كده، وهي لسه بنتي نايمة. ما بصحى الصبح اقعد ارتب كده انا عايزه اعمل ايه النهارده،
والنهاردة في ايه ورايا. طب وحتى في شغل في التصوير ده، هصور ايه النهاردة، هعمل ايه واصوره، ايه اللي هصوره ايه اللي ما هصوروش، ايه اللي هينفع اتعامل بيه وايه اللي ما ينفعش. بس فبقعد بقى اكتب كل اللي انا عايزه اعمله، ولو في حاجات عايزه اشتريها، ولو في مكالمات عايزه اعملها، كل حاجه عايزه اعملها في يومي بكتبها. ليه بقى؟ لان احنا بننشغل، مجرد ما عيالنا بيصحوا احنا بننشغل معاهم، فممكن تنسي ان انتي كنتي صاحيه بتفكري فيه عايزه تعمليه. فالافضل ليكي الورقه والقلم، اكتبي كل يومك ونظميه. اي حاجه هتروح منك، اي حاجه هتروح منك كده ولا كده هتفتكريها مجرد ما تبصي في الورقه اللي انت كتبتي فيها. فاهمه قصدي ايه؟ بس عايزين بقى نتكلم في حاجه مهمه جدا، وقولوا لي رايكم فيها ايه في التعليقات. لو انت لسه مكمله الفيديو لغايه دلوقتي، انزلي بسرعه 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 دوسي لايك، وحياة اغلى حاجه عندك دعميني. انا بتعب جدا جدا في الفيديوهات، وبالذات الفيديوهات اللي فيها تنظيف وروتينات واكل. والله التصوير والمونتاج بيبقى صعب جدا، وخاصه لما بيكون معانا اطفال. فرجاء اللي بيشوف الفيديو يعمل لي تعليق حلو، واكتب لي دعوه حلوه وليه المثل منها ان شاء الله، ولايكات كتير بقى يا حبايبي، وشير في الخير كتير 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 كتير. الحاجة بقى اللي انا كنت عايزاكم فيها ايه؟ ان احنا ان شاء الله ان شاء الله بدون مقاطعة، ربنا يا رب يعني يجعل الايام اللي جاية خير علينا كلنا وعلى الامة العربية كلها. اولا احنا داخلين على اول سنة جديدة، يا رب تبقى داخلة على الامة العربية كلها والاسلامية بخير وفرحة وسعادة يا رب، ويسعد كل واحد ويدي كل واحد اللي نفسه فيه، ويرضي كل مشتاق لأطفال وغيره يا رب، وترزقنا جميعا بزيارة بيتك الحرام بحق حبيبك محمد، وترضى عننا يا رب. ماشي. احنا بقى داخلين بعد اول سنة دي، فاضل على رمضان بالظبط حبايبي ان شاء الله حوالي 3 شهور. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني يجي بالخير واليمن والبركات علينا كلنا يا رب، ويجي بخيره وبركته على الناس وبفرحته وببهجته على بيوتنا كلها يا رب، ودايما متجمعين وما ينقصنا حد ابدا يا رب ان شاء الله. المهم، بما ان احنا بقى ستات بيوت، المفروض هنبتدي بقى نفكر في الميزانيات والتدبير والتوفير والحاجات دي. فانا يعني عندي فكرة كده، قولولي فيها رأيكم ايه. اول حاجة في الافكار دي، ان انتي تشيلي كل يوم من مصروفك، او من مش مصروفك، لو بتاخدي مصروف باليوم، بتاخدي مصروف بالشهر، بتاخدي مصروف بالاسبوع، حسب نظام يومك ايه، او حسب نظام شهرك بيتمشيه ازاي. عايزين نحوش فلوس لرمضان، كل يوم شيلي 10 15 20 في برطمان كده في المطبخ، ما تنسيه خالص، كل ما بتشوفوش بس غير لمجرد تحطي فيه فلوس، 5 10 15 20، ونسيهم كل يوم كل يوم. بعدتي تجيبي حاجة، جوزك رضى عنك الصبح هو نازل اداكي 15 20 جنيه مثلا زيادة ليك انتي ولا حاجة، او حاجة ايا كان يعني، باقي حاجة جبتي حاجة اتبقى 5 جنيه، اتبقى 10 جنيه، اتبقى 15، اي باقي اتبقى معاكي فكة، حطيه في البرطمان ده وانسيه. معانا حوالي 90 يوم على رمضان، لو شلتي في ال90 يوم دول، لو شلتي في ال90 يوم دول كل يوم على الأقل 10 جنيه، هنقول متوسط 10 جنيه، حلو، يعني في الشهر عملتي 300 جنيه، يعني في ال90 يوم حوالي 900 جنيه، قولي 1000 جنيه. 1000 جنيه ساعة شهر رمضان، وساعة مصر هيبقى معاكي مصروف بتاع شهرك، اللي هو التغذية الطبيعي بتاع شهرك انتي، مع ال1000 جنيه اللي انتي حوشتيها، هيفرقوا معاكي في فلوس عزومات، هيفرقوا معاكي في فلوس لحوم هتتجاب، في خزين للبيت، في ايا كان الحاجة اللي ممكن تجيبيها في بيتك أثناء رمضان. طبعا انتوا عارفين ان رمضان بيبقى فيه عزومات، في تكلفة مختلفة في الأكل، في حاجات بتتجاب غير الحاجات اللي بتجيبيها كل شهر، يعني بيبقى ليه نظام مختلف. فطبعا بيبقى الدنيا فيها لود شوية على المشتريات. فدخلنا زي ما هو، وربنا يعيننا يا رب، كل يوم احنا في غلا، كل شوية الحاجة أغلى من اليوم اللي قبليه. فانت لما تشيلي 1000 جنيه على جنب بالطريقة اللي أنا بقولك عليها، كل يوم تشيلي جزء كده، مش هتحسي بيه، ده أنا كده بقولك على الأقل هتشيلي 1000 جنيه، أقل حاجة هتشيلي 1000 جنيه لحد رمضان مع مصروف بيتك. حلو. أيا كان مع مصروف بيتك 1000 2000 1500، مع ال1000 اللي انت شايلاهم أكيد هيفرقوا جدا معاكي. دي بالنسبة لي طريقة. الطريقة التانية واللي أنا أحبذها شوية، هي الفكرتين هما حلوين، بس أنا هقولك التانية أنا بميزها ليه،
او انا مفضلاها ليه؟ اولا انا بفضلها عشان خاطر اللي هي الاول اشرحها لك. بصوا احبابي، صلي على النبي الاول، صلي على النبي لحد دلوقتي، صلي قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد يا رب، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بصي بقى حبيبتي، الحاجه التانية اللي بقولك عليها ايه؟ ان انت بدل ما تشيلي فلوس، انت كده كده الحاجه كل يوم في غلا، فممكن الحاجه ال1000 جنيه دي مثلا الشهر ده فرضا تجيب لك حاجات كتير، تجيب لك 10 حاجات مثلا. تيجي الشهر الجاي جابت 8، اللي بعده بتجيب 7، اللي بعده بتجيب 6، وهكذا، بما ان احنا في غلا مستمر. حلو. فاصبح ان قيمة الفلوس بتقل. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ان احنا ممكن نجيب كل شهر حاجة زيادة ونشيلها في الفريزر لرمضان. طب يا امان احنا هنخزن لحوم من دلوقتي لرمضان؟ هقولك، انا الشهر ده جبت لحوم، الشهر الجاي هجيب لحوم، الشهر ده جبت لحوم بزيادة، فرضا كيلو زيادة، الشهر الجاي هجيب كيلو تاني زيادة، الكيلو اللي انا شيلته زيادة ده بتاع الشهر ده هستخدمه، واشيل الكيلو بتاع الشهر الجديد، وهكذا. يعني هتستخدمي الأقدم في التخزين وتشيلي الأجدد لرمضان، وهكذا في كل حاجة، في كل أنواع الخزين. طبعا الخضار طبعا ده أساسي، بتجيبي وتشيلي في الفريزر. الصلصة صلصي كتير جدا، طول ما الطماطم رخيصة في السوق هاتي وصلصي. حتى لو انت عندك صلصة هاتي وشيلي في رمضان أو على دخلة رمضان. حبايبي كل حاجة بتغلى بزيادة، هاتي وشيلي، هاتي وشيلي ايا كان اللي بيقابلك. لو هتعملي فاصوليا خضرا هاتي شيليها، كوسه هاتي وشيلي، بسله هاتي وشيلي، كل الخضار. تعالي على الخزين نفس الكلام، زبده هاتي وشيلي، زيت هاتي ازازتين 3 زياده في الشهر شيليهم. كل اللي لو هتجيبي ازازه زياده في الشهر وتشيلي، ده ما بيخسرش. البكول يا حبايبي بس الوحيده اللي احنا ما ينفعش نخزنها. طبعا انتوا عارفين ان دي ممكن تسوس او مش عارف، او لو عندك مكان في التلاجة لا هاتي مفيش مشكله. بس الحاجات دي طول ما انت بتجيبي وتشيلي هترحلي. انا بفضل ده عشان الحاجة دايما في غلا، وفي نفس الوقت لا ممكن اشيل 1000 جنيه. دي طريقة ودي طريقة، قولولي انهي طريقة افضل ونعملها مع بعض في الواقع، في فيديوهات مع بعضنا. حلو. يعني اصور لكم الحاجة دي فيديو وقولولي ايه رأيكم، نخزن خزين ولا نخزن فلوس؟ يعني ده خزين وده خزين، كلها 3 شهور وهنخش معمعة المصاريف اللي احنا اصلا في معمعة، بس هنتمعمع معمعة ما بعدها معمعة. تمام. بس فقولوا لي رأيكم وقولوا لي افكار معايا. تمام. و... وان شاء الله يعني ربنا يعني يكرمنا ويقدرنا على اللي احنا هنخش عليه. ومهم ان احنا نتجمع مع بعض على خير في رمضان. و... ويا رب دايما 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 بخير وسعادة وصحة، ويرزق كل مشتاق باللي نفسه فيه، ويرزقني ويرزقكم الخير. ويا رب يا رب يا رب يعني دايما اشوف تعليقاتكم الحلوة، ويا ريت تعليقات كتير 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 كتير. ويا رب تكون قناتي بتستفيدوا منها لو 1%. انا راضية جدا لو واحدة بس فيكم من كل فيديو عملت حاجة واحدة من الحاجة اللي انا بعملها او استفادت ولو 1%، انا بالنسبة لي نجحت. حتى لو الفيديو كله لو شافته مليون واحدة، لو واحدة بس خدت منه معلومة وعملت بيها، انا راضية جدا، انا كده وصلت رسالة. وربنا يا رب يقدرنا على الخير كلنا، ويسعدكم ويسعدني، ويقدركم ويقدرني على الخير يا رب. ولو انت شفتي الفيديو لغايه دلوقتي صلي على النبي في قلبك واذكري الله واكتبي لي تعليق حلو ودوسي لايك، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. هتوحشوني جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش تدوسي لايك. مع السلامه يا حبايبي، اشوفكم على خير.